الشعوب، لحظات حاسمة تعيد صياغة ما دمرته يد الاستعمار على أرضها. وفي حياة شعب الإسماعيلية لحظة حفرت في صفحات التاريخ بحروف من نور، يوم خرج كل أبناء المحافظة في 16 من أكتوبر سنة 1951 في مظاهرة غضب، ثائرين على الاحتلال البريطاني، طامسين ملامحه، مدمرين قلاعه، منكسين راياته على أرض هذه المدينة. وكانت هذه اللحظة هي أول خطوة في طريق الحرية التي تشهدها مصر. إذاعة القناة من الإسماعيلية تقدم الطريق إلى الحرية، سباعية في حلقات يكتبها للإذاعة سمير أبو الحمد. اتفكري يا جراح دفينا، اتفكري فينا، اتفكري يا دموع ليالينا، اتفكري بينا، اتفكري يا كل أيامنا، يا شمس أحلامنا، يا شمس أحلامنا، اتفكري اتفكري لحظة غضب، لحظة وجود، اتفكري شيل الذنوب، شيل الذنوب، اتفكري من غير حدود. الطريق إلى الحرية، بطولة فوزي شنودة، صلاح الدمرداش، فتحي نظمي، أحمد عجيبة، عبدو مخلص، فردوس عبد الرحمن، ودولة حامد. كلمات المقدمة والنهاية أحمد سليمان. أشعار عبد الفتاح البيلي. ألحان عادل عثمان. غناء طارق ياسين. التوزيع الموسيقي هشام الداودي. الطريق إلى الحرية، إخراج محمد فرغلي. ايه الصوت ده؟ هي وصلت لهتك العرض كمان يا ولاد الأبلسة؟ طب قولوا يا رحمن يا رحيم على روحكم بقى. انا لازم اخلص الراجل ده ومراته من ايديكوا قبل ما تطلعوا بالعربية، لازم. جود ايفنينج مستر. انتي انا عندي ومن احلى كتير من دي. اوه، وفين ومن دي حبيبي فين؟ كم هير مستر، كم هير. هي مستنيه في الشارع اللي ورا. شارع ورا؟ اوه فانتاستيك. كم هير مستر، كم هير. وير ذا وومن، وير ذا وومن حبيبي. قلت يا ابن الأبلسة، ده الشرف غالي زي الارض. اما شوف التاني بقى. اعمل معروف يا خواجي، اعتقنا لوجه الله. سطب سطب ولد، دي وومن بتاعت انا. بس ده ما يرضيش ربنا ابدا. انتي بتقولي ايه ولد؟ كم هير مستر، كم هير. ومن مستنياك مع صاحبك في الشارع اللي ورا مستر. اوه فانتاستيك. ويرز وومن؟ اهي يا خواجه. خد يا ابن الظلمة. اوه يلا بينا من هنا بسرعة، يلا. روح يا اخي، ربنا يستر عرضك. انت عملت فيهم ايه؟ اديتهم استمارة 6. ايه؟
يعني ايه؟ يعني خلص عليهم يا زكي. والنبي اللي انت اسمك ايه يا اخوي؟ محمد محمود خليفة، وشهرتي شازام، واحد من الفدائيين اللي مش هيسكتوا لحد ما يطلعوا الانجليز من البلد. بقولكوا ايه، يلا بينا نهرب من هنا بسرعه، احسن حد منهم يطب علينا وتبقى كارثه. اصل انا وزمايلي قتلنا واحد منهم على قهوه عبد الخالق امبارح. طب يلا يلا يا زكي، همي خلينا نهرب من هنا. يلا يلا يا اخوي يلا. شفتوا اللي عمله شازام مع عساكر الانجليزي اللي كانوا عايزين يعتدوا على الراجل الفلاح ومراته امبارح في حي لافرانك؟ شفناه امبارح. انا بقى عاوز كل واحد في مجموعه العرشيه يخطط انه يتخلص من اي عسكري انجليزي يقابله، ولا من شاف ولا من داري. احنا ممكن نتخلص منهم واحد واحد من غير سلاح، بس هم مسلحين يا رفعت. وهو احنا هندخل معاهم في حرب من دلوقتي يا جماعه؟ احنا مجموعه ضمن كام مجموعه لسه بتخطط لحريق النافي وطرد الانجليز من البلد، يعني مش عايزين اشتباك معاهم بصوره تكشفنا يا مصباح. عندك حق يا رفعت يا بدر. ودلوقتي في اجتماع هيضم كل المجموعات، مجموعه العرشيه وطلبه المدرسه الثانويه والمحطه الجديده ومجموعه البركه، يعني كل الفدائيين هيجتمع بينا الصاغ عمر لطفي عشان نتفق على خطه واحده نمشي عليها لحد ما تيجي ساعه الصفر. طب والاجتماع ده هيكون فين؟ شوفوا يا جماعه، الصاغ عمر لطفي القائد بتاعنا بيقول ان الاجتماع هيكون في الجربين اللي جنب بيت فؤاد السني اللي في البر التاني، وهو امان برضه. ما كان اتعمل في حوش بيت علي عشاب في ابو عطوه، ولو في جنينه محمدين في البركه، وهي اماكن بعيده عن العيون. ما المكان اللي حدده الصاغ عمر لطفي امان يا اخوانا. طب وانت عرفت ميعاد الاجتماع والمكان منين؟ اصل الصاغ عمر كان عامل اجتماع امبارح مع مجموعه ميدان عباس، وكلفني اني ابلغ بقيه المجموعات بميعاد الاجتماع الجديد. يبقى على بركه الله. على بركه الله. اسمحوا لي في بدايه الاجتماع ان اهني زملائكم شازام وعصفوره ورسلان بنجاح عمليه تهريب السلاح من كامب البومب، وهسيب شازام يحكي ازاي قام بالعمليه هو وزمايله. احكي لهم يا شازام. بعد ما الصاغ عمر لطفي كلفني بالعمليه انا وعصفوره ورسلان، وقام الصاغ كمال رفعت واليوزباشي عبد الفتاح ابو الفضل واليوزباشي محمود سامي حافظ بوضع الخطه، اتحركت انا وزمايلي. طبعا كان الكامب مترشق بعساكر الانجليز، لكن بفضل الله قدرنا ان احنا نقص جزء من الاسلاك الشيكه اللي حوالين الكامب، وقدرنا ندخل جوه بعد ما خلصنا على 4 عساكر كانوا في طريقنا. وقام عصفوره ورسلان بشيل الصناديق معايا لحد ما حطيناها في الفلايك وعدينا بيها من ترعه محمد علي، ولما وصلنا خبينا كل صناديق الذخيره والسلاح في تراب المنشيه. وبعدها الانجليز بهدلوا البلد وفتشوها بيت بيت، لكن احنا استنينا لما الجو هدى وقدرنا نوزع السلاح على كل الفدائيين في موقعهم. ودلوقتي انا مش عايز عينيكوا تغفل لحظه. علي عشاب واليتربي ومجموعه البركه عايزهم يمسكوا منطقه الجلاء، ومجموعه العريشيه برئاسه احمد الباشا ومعاه محمد مصباح وتوفيق الطهطاوي ورفعت بدر عايزهم يقفلوا منطقه العريشيه. دقوا الجرس هاتوا الفرس واللي انخرس راح يقول. دقوا الجرس هاتوا الفرس واللي انخرس راح يقول. الاخطبوط مد الخيوط، الاخطبوط مد الخيوط. شيخ الحرس شيخ الحرس مسطول، شيخ الحرس مسطول. ايه؟ كله راح مكانه. افتح يا شازام. يكون عساكر انجليزي حضرة الصاغ. قلت لك افتح يا شازام. امرك يا فندم. مين؟ عباس الشربيني؟ الحق يا حضرة الصاغ. في ايه يا عباس؟ هدي نفسك وقول لي في ايه يا عباس؟ 6 عربيات جيب انجليزي لسه شايفهم بيعدوا البر التاني وجايين على هنا. يبقى اكيد هيفتشوا كل البيوت، بس دول مش ممكن يوصلوا المكان الجربين اللي احنا فيه يا حضرة الصاغ. مفيش حاجة اسمها مش ممكن يا شازام. احنا لازم نتحرك من هنا بسرعة قبل ما يوصلوا لنا. عايز كل واحد ياخد احتياطه. انا هبقى اجتمع بعد كده بكل مجموعة في موقعها. انصراف. حرام عليكم يا ظلمه، ده انا بربي في يتامى. شطب.
انت لازم تقولي مين كان مستخبي هنا، والا اعلقك على باب بيت دي. انا ما اعرفش حاجه، ومفيش راجل دخل البيت ده من يوم ابو العيال ما مات. مين ابو العيال دي؟ جوزي ابو الغلابه اللي يتمتهم هم لسه في المدارس. يعني مش عايز اتكلم وقول مين فدائيين كان مستخبي هنا؟ كلموا ليه بس؟ اقول ايه؟ والله ما اعرف حاجه. هاتوها يمكن تتكلم هناك. منكم لله يا ظلم، منكم لله، ربنا يوريني فيكم يوم. هالحوش هالحوش هالحوش، دول غلابة ودول وحوش دول وحوش. هالحوش هالحوش هالحوش، دول غلابة ودول وحوش دول وحوش. لما تكون الدنيا رحال، الكفة العالية ملكها عدايا. لما تكون الدنيا رحال، الكفة العالية ملكها عدايا، والكفة التانية في ايد حداية. مين هيحلق مين هيحلق مين هيحوش، مين هيحلق مين هيحوش. هالحوش هالحوش. شايف يا ادربي؟ شايف العربية الجيب اللي معدية كوبري الجلاء دي؟ شايفها. عايزك تناولني القنبلة اللي في الرغيف العيش ده بالراحة وانا فوق الشجرة، وتبعد وسيبنا اتصرف معاها. ايوه عايز، بس دي قربت. بسرعة يا ادربي مفيش وقت. لا بلاش يا عشاب، بلاش، ونتعامل معاها بايدينا احسن. مش هينفع يا ادربي. هينفع يا اخي. بقول لك ايه يا ادربي، اعمل اللي بقول لك عليه وبس. قصة القنبلة اللي ممكن يقلب الدنيا علينا فاتت عليا دي. اسمع، انا عندي حل تاني. ايوه، ايه هو؟ نرمي المسامير على الاسفلت، ولما العجله تنام نتعامل مع اللي في العربيه الجيب واحد واحد، بس نادي بصوت واطي على ابو جزر ومحمود ابو الخير وعبد جمعه. مش ممكن عطل دي. ايوه، اهي العجله نامت اهي. على بركه الله. يا وي، الحمد لله، اهم كلهم خدوا استمارة 6. يلا بسرعه، يلا نتويهم في الجنينه، يلا. مش ممكن اللي بيحصل دي كل يوم يا اكتر من واحد من قواتي. دي كارثة. 85,000 جندي بريطاني بكامل اسلحة ومش قادرين على شوية مصريين. ما هم مش ظاهرين برجدير اجسام. يبقى فتش بلدي، فتش بلدي. شارع أوكي. هارة بيت أوكي. اسمع، لازم تفتش كل البلد. أوكي. مفهوم؟ امرك برجدير اجسام. اسمعوا رجاله. خير يا غريب؟ احنا لازم نسيب الشغل في معسكرات الانجليز. شبعنا استعباد بقى، لازم ناخد مطارنا. ايوه يا غريب، بس احنا عندنا عيال، وانت مسؤول يا اخي عن امك واخواتك. الارزاق بيد الله يا اخي. ايوه بس احنا شغلنا في معسكراتهم بيسهل لنا ان احنا نعرف اسرارهم واخبارهم وحتى نقط ضعفهم كمان. عصفور عنده حق يا غريب، وبعدين شغلنا في معسكراتهم مخليهم مش شاكين فينا. عندك حق، عندكم كلكم حق. يبقى لازم ننفذ الخطة اللي قال لنا عليها الصاغ عمر لطفي. ايوه، مش قصدك على خطة خطف الكام عسكري انجليزي اللي في ميدان عباس؟ ايوه يا اخي، وفي عز النهار مش بالليل. بس بالنهار ازاي يا غريب؟ شازام هيجرهم واحد ورا التاني لاخر شارع اسكندرية، وبعدها نتصرف معاهم. بس العملية دي مش سهلة زي ما انت يعني يا غريب يا توم فهمني، لو انكشفنا هنروح كلنا في الكازوزة. ايه يا ابن الجبن ده؟ يا عم ده مش جبن يا غريب، ده حرص. يا اخي جمد قلبك وقول يا رب. يبقى انتوا سيبهم لي وانا هتصرف معاهم. برافو يا شازام، انت وتومي وعصفوره. بس لو ابن الهرمة العسكري الخامس ما هربش مني كانت المسائل هتبقى فله. مسيره هيقع يا شازام. ايوه، بس دول احتلوا عمارة ايو، ما سابوش ولا بيت في المحطة الجديدة والبتيني والعرنشية إلا ما فتشوه، وبقوا يضيقوا الخناق علينا يا فندم. يعني إيه؟ مش هتعرفوا تتحركوا ولا إيه؟ هنتحرك يا فندم مهما حصل،
حتى لو مشي ورا كل واحد مننا عسكري انجليزي. هي دي الروح اللي انا عايزها، روح الامل والحماس. مش عاوز شعور اليأس والاحباط يتسلل ليكم ابدا. مد الخطا والثابته ازرع تقاوم نبته، مد الخطا والثابته ازرع تقاوم نبته، جهز لنا القوس والوتر، الحلم يطرح 100 قمر. مين؟ أنا محمد مصباح، افتح. طب قول لي كلمة السر الأول. النبي يا أخي افتح بقى. افتحوا يا عصفورة. في ايه يا مصباح؟ مالك بتنهك كده ليه؟ رفعت علي بدري يا حضرة الصاغ عمر. رفعت ماله؟ اتفكري يا جراح ده فينا، اتفكري فينا، اتفكري يا دموع ليالينا، اتفكري بينا، اتفكري يا كل ايامنا، يا شمس احلامنا، يا شمس احلامنا، اتفكري لحظة غضب، لحظة وجود، اتفكري شيل الصدور، شيل الصدور، اتفكري من غير حدود. وغدا حلقة جديدة، الطريق إلى الحرية، سباعية في حلقات يكتبها للإذاعة سمير أبو الحمد. اشترك بالتمثيل محمد منتصر، إبراهيم سكرانة، مرسي عبد الهادي، سامية السعيد، هشام مصطفى، وحسام نصر. الهندسة الصوتية سامي عبد الرازق ومحمد مصطفى. إخراج محمد فرغلي. إذاعة القناة بالتعاون